يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة بيتكلم هل الانسان بطبعه بيبقى خاين؟ وليه بيبقى خاين؟ ولا هي دي عدم تربية؟ ايه؟ ولا دي عدم مبادئ؟ ولا دي انعدام اخلاق؟ ولا ده انعدام دين؟ ولا ايه بالظبط؟ يعني انا الموضوع منتشر في مجتمعنا، موضوع الخيانة ده، سواء البنت او الولد. انا مش بنحاز لاي جنس من الاتنين، سواء الذكر او الانثى. انا لما باجي اتكلم عن اي موضوع بتكلم ان في حاجة انا بطرحها. وارد البنت تكون هي عاملة حاجة زي كده، وارد الولد يكون عامل نفس الشيء. الغلط غلط، سواء البنت هي ارتكبته او الولد، هو الغلط غلط. والثواب والعقاب للاتنين، بيتطبق على الاتنين. بس للأسف مجتمعنا دايما بينحاز للراجل أكتر عن البنت. خلينا برضو فير، إن لو راجل خاين واحدة سواء مرتبطين، لا ازاي ولازم تقبل وعادي وسامحيني ومش هتتكرر. تعالوا نعكس الآية بقى، تعالوا نقول إن البنت هي اللي خانت الولد، عرفت عليه واحد، هل هو هيعديها والدنيا هتبقى بيس؟ لا. تعالوا بقى لو كانوا متجوزين، هي لازم تعدي عشان بيتها ما يتخربش، سواء في اطفال او مفيش اطفال، عشان ما تاخدش لقب مطلقة. تمام، حلو قوي. عشان ما اخدش لقب زي ده فاقبل بواحد خني، اذاني في مشاعري، في عواطفي، عمل حاجة انا مش متقبلها ومش قادرة اسامحه عليها، لمجرد ما اخدش لقب مطلقة. او ان هو بيصرف على البيت وانا ما عنديش القدرة المالية ان انا هصرف على اولادي وهتبهدل وهكذا. تمام. فبقى مدي مجتمعنا انحياز ان الست يعيني لازم ترضى بامر الواقع، سواء هي مخطوبة بقى سواء هي متجوزة. قليل جدا في مجتمعنا لما بتتخان البنت بتاخد قرار لا انا مش هكمل في العلاقة دي، انا مش موجودة في المكان الصح. ده قليل جدا. تعالوا بقى نتكلم شوية عن البنات. طيب لو راجل بنت خانته، برضو اعرف ان في رجالة بتقبل عادي بالموضوع وبتعدي وبتكمل حياتها عادي. وفي رجالة تانية لا، ازاي، وما بيقبلوش خالص بالوضع ده تماما. وبتبقى فيه بقى ايا كان الموضوع، المهم ان الحكاية بتنتهي بانفصالهم، سواء بشكل سليم او بشكل غير سليم. يعني سواء بقى انتهت بمحاكم، سواء انتهت بمشاكل ما بين الاهل وبينفصلوا وخلاص، او طبعا بجرائم قتل زي ما احنا ما بنشوف، على حسب طبعا ايه الموضوع وصل وتطور لفين. سواء البنت او الولد، فالاتنين غلط، الاتنين غلط، الاتنين. انا ليه؟ معلش يعني مع احترامي، ليه اصلا يبقى فيه خيانة؟ يعني ليه انا مش موجود مع الشخص ده والشخص ده مش مريحني؟ ما هو انا لازم اكون مع الشخص اللي مريحني من البداية. انا لو مش موجود مع الشخص اللي مريحني فستوب وشكرا، وبقفل الباب، وزي ما قلت لكم انا مش موجود في المكان المناسب وبمشي. سواء بقى انا مخطوبة، مرتبطة، متجوزة، ما ينفعش. وبرضو الولد كذلك، ما ينفعش ان انت تقبل انك تكمل مع بنت هي خانتك. مستحيل ان انت تآمن ليها تاني، مستحيل، نوي. اللي بيغلط غلطة واحدة زي كده هي مش غلطة عادية، مش غلطة سهل ان انا اغفرها في ثواني، لا. ومعلش هو مش حد داسلي مثلا على الجزمة بتاعتي فعادي فهعديها وهكمل حياتي مع الشخص ده وكأن مفيش حاجة حصلت. ما ينفعش، خلاص في حاجة كبيرة اتكسرت، ما بقاش فيه ثقة، في حاجة كبيرة اتكسرت ما بين الشخصين دول، فما ينفعش يكملوا. ما ينفعش ان انا اجي على نفسي عشان خاطر ولادي. معلش
ما هو انا مع احترامي، ما هو انا الولاد لما يشوفوني في حاله نفسيه مش ظريفه، ده هيجي منعكس عليهم هم. لما يطلعوا في جو اسري مش سليم بالشكل ده، هيطلعوا ناتج الاطفال ده هيطلع عليهم. يعني الاطفال دي هتطلع مشوشه نفسيا من الاخر. في مشكله او في حاجه حاصله لهم في حياتهم، مش هيطلعوا ناس سويه اطلاقا. فلازم برضو انا كمان ليا حق، نفسي هيحاسبني عليها ربنا، صحتي نفسيا. انا ما هو انا لو نفسيا كويس صحيا هبقى كويس. فانا لو نفسيا مش حلو نتيجة ان انا قابلة بوضعي مش حلو، وان انا اقبل ان انا اكمل عشان جوزي خني واصل هو اللي بيصرف على البيت، فلا. واصلا انا بحب مراتي جدا فعادي ممكن اعدلها موضوع الخيانة، فلا معلش يعني انتوا الاتنين غلط. ستوب. انا جاي اقولك ستوب، خلاص غلط. ما تقبلش انك تكمل مع شخص خاين. مفيش حاجة اسمها فرصة تانية لشخص خاين. ستوب. شكرا.